ماما جاتو ما غيرتش اكسسواراتها بقالها 10 سنين، لكن كل اسبوع كانت تاخد ولادها عشان يعملوا تسريحه شعر جديده. واللي زود الطين بله انها كانت لسه منظفه البيت كله، وبعد ثواني بس جوزها وولادها رجعوه وساخد تاني. ماما جاتو اضطرت تنظف كل حاجه من الاول. بعد ما خلصت افتكرت ان بكره عيد ميلادها، وفضلت تفتكر الايام اللي زمايلها في الشغل كانوا بيحتفلوا بيها، وحست بحنين شديد. في الوقت ده بنتها رجعت وهي شايله علبه هديه. ماما جاتو فرحت جدا وفكرت انها هديه ليها. وبعد شويه ابنها وجوزها وصلوا هم كمان ومعاهم هدايا، وجوزها ابتسم وقال لها استني لبكره في مفاجاه ليكي. تاني يوم الصبح ابنها نزل ومعاه ورد. ماما جاتو مدت ايدها عشان تاخده، لكنه قال ده للمدرسه لمس ميس. وبعدها شافت العلبه على الترابيزه فمدت ايدها تفتحها، لكن بنتها خطفتها وقالت دي هديه عيد ميلاد لحبيبي. ساعتها ماما جاتو حست بزعل شديد، وفي اللحظه دي جوزها قدم لها علبه تانيه، ولما فتحتها لقيت جواها جوانتي مطاط للمواعين. اتعصبت جدا وخرجت من البيت وقعدت على الرصيف تعيط. واحد شغال في كوافير عاد بالصدفه، ولما سمع قصتها قرر يساعدها. خدها الكوافير، وهناك الكوافير عملها تسريحه مخصوص لعيد ميلادها. وهناك ولأول مرة في اليوم ده سمعت كلمة كل سنة وانتي طيبة، وهي الكلمة اللي كانت مستنياها من الصبح. في اللحظة دي موبايلها رن، كان جوزها بيكلمها وبيقولها ترجع بسرعة عشان تجهز الغدا. كل مشاعرها اللي كانت كاتماها انفجرت وقفلت السكة في وشه. في نفس الوقت شوكولاتة ولبن اللي شغالين في الكوافير راحوا بيتها عشان يشرفوا على جوزها وولادها وهم بينضفوا. كل واحد فيهم بدأ يغسل وينظف ويطبخ، وساعتها بس فهموا قد ايه ماما جاتو كانت بتتعب كل يوم. ولما رجعت ماما جاتو بستايل شعرها الجديد ما كانتش راجعة على بيت مكركب زي كل مرة، لا كانت راجعة على حفلة عيد ميلادها. المرة دي أخيراً كان عيد ميلادها بجد.